هل تعلم لماذا ننسى أسماء الأشخاص بسرعة بينما نتذكر أغنية قديمة بكل سهولة؟ السبب بسيط، الدماغ البشري يحب الأنماط. عندما تأتي المعلومة على هيئة لحن أو قصة أو صورة يحتفظ بها العقل لفترة أطول. أما الأسماء فهي غالبا ما تقال مرة واحدة دون سياق أو ارتباط، ولذلك إن أردت أن تتذكر اسم شخص اربطه بشيء مألوف لديك. مثلا اسم كريم مثل كريم الشعر، هنا العقل أنشأ رابطا وهذا يزيد من احتمال تذكره لاحقا. استخدام هذه الحيلة ما يخليك فقط أكثر تركيزا، بل يخلي الآخرين يشعرون بأنك تهتم لأمرهم، وجميعنا نحب أن نشعر بأننا مهمون، أليس كذلك؟ تذكر الأسماء ليس مجرد مهارة، بل هو جسر للتواصل الإنساني اللي يقوي الروابط بين الناس. لما نتذكر أسماء الآخرين نحن نظهر لهم أنهم مهمون بالنسبة لنا، وهذا يعزز العلاقة بيننا. ببساطة، إن تذكر الأسماء ليس مجرد عمل ذهني، بل هو فن يتطلب الإبداع والانتباه للتفاصيل. عندما نتعلم كيف نشبك الأسماء مع الأفكار نصبح أكثر فعالية في التواصل ونترك أثرا إيجابيا في حياة الآخرين. في البيئات التعليمية والمهنية يمكن أن يكون تذكر الأسماء هو المفتاح لبناء علاقات قوية ومثمرة.